السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة دي اس ان دي زاد. ان شاء الله كامل تكون لاباس. الفيديو هذا خاوتي فيديو عاجل على الاوضاع يتسمى العلاقات الجزائريه المغربيه اللي دوكا قال لك شهدت تصعيد خطير بزاف. راكم تعرفوا في الاونه الاخيره هم لا ينقزوا على كل حال. راحوا داروا اتفاق مع الانقلابي هذاك، زعما هما قال لك دوله احنا مع الحقوق كذا، راحوا داروا اتفاق مع الانقلابي هذاك وفرحانين مقلبين الدنيا هذاك تاع مالي غويطه هذاك ولا واش تسميو هذاك، داروا معاه اتفاق ومن بعد وقلبوا الدنيا هاي مالي واعترفت وما اعترفتش كذا. وكي عاد اعترفت دوكا كي ما اعترفت علاه كما ديروا في محادثات في اسبانيا مع الجزائر ومع موريتانيا كذا باش ديروا الحكم الذاتي. مادام اعترفت نورمالمون مغربيه، علاه ديروا الحكم الذاتي هذه بين قوسين برك. الموضوع اللي جينا نحكيو عليه دوكا تاع التحرك العسكري الجزائري مع الحدود المغربيه. دوك نعطيكم لكم تشوفوا الفيديو قبل باش تفهموا على واش نحكيو، وموراها نعلقوا عليها ونردوا عليها بالفيديو. مروحيات جزائرية بالقرب من الحدود المغربية ومروحيات قتالية. هذا الخبر هذا دارته منصة ديفانسيا المختصة في الشؤون الدفاعية. قالت أن الحدود الجزائرية المغربية شهدت تحركات عسكرية غير مسبوقة للجيش الجزائري قبل أقل من أسبوع إثر تحليق مروحيتين هجوميتين جزائريتين من طراز ME 28NE. وهاد المروحية هذه قتاليه 100%، حيث ما كتستعملش النقل العساكر ولا المعدات، لا، هذه خاصه للقتال هجومي. اش كدير؟ حيث الملف ديال الصحراء المغربيه في تطور مستمر. الاستفزاز الجزائري جا مورا هذا التطور هذا، وهذا الشيء على حسب الصحيفه او المنصه ديال ديفانسيا. ها هي، مشيت قلبت عليها، واخا شفت الخبر في بلاصه واحده اخرى، ولكن مشيت قلبت ولقيته صحيح. فوالا هذه غير مريحيات قتاليه هذه مع الحدود قلبت الدنيا كيما هكذا وكذا. شو هو الحاجه الملفته في الخبر يسمى ما فهمتش انا. المغرب هذه ما دوكا يجي خاص ملاير مع كاين صوص تشوف مع من عنده في الرادارات وفي الشيء هذا كل، ومن بعد تستناو انتم صحيفه امريكيه ولا باش تعطيكم التحركات تاع الجيش الجزائري مع الحدود تاعكم. انتم واش راكم ديروا؟ يسمى هذه اهانه ليكم انتم قبل ما تبدا تقول استفزازات ومش استفزازات. هذيك الحدود الجزائريه على بالكم وسيرتوا معكم انتم في ظهرنا في الظروف الراهنه يعني مع العالميه والحروب اللي تشهد فيها المنطقه كامل. الجزائر ما ديرش لامان وسيرتو فيكم انتم اللي مدايرين يدكم في يد كاين صوص. ودوك نعطيكم انا رد ماشي من عندي انا، رد من عند قائد الاركان عمي سعيد شنقريحه، ثاني رد قاصح او طلقوا البارح على هذه التحركات هذه وعلى الشيء اللي هو يدير في دوكا في المناورات هذه الاخيره. اسمعوا واش قال عمي شنقريحه وموراها نزيدوا نعلقوا عليها مليح واش قال. بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية، رفع الوعي باحترافية عالية واستباقية متبصرة في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة وخطيرة يشهدها الوضع الدولي الراهن، والتي تميزت بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية وتراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف وتجاهل قواعد القانون الدولي، مما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية. وعليه يتعين على الجميع رفع الوعي باحترافية عالية واستباقية متبصرة بالتحولات الجيوسياسية العميقة التي يعرفها العالم. فهمت اللي هنا واش قال لك ولا ما فهمتش؟ عم قال لك عوده خيار الحرب وكان سمعت مليح خطوات استباقيه. انا ما نستناكش حتى زعما تهجم عليا وكذا. من الاول انا نبدا الحدود نتاعي فما بالطائرات العسكريه دوكا والمروحيات اللي عند الجزائر، المروحيات الهجوميه هذه راهي تعادل الطائرات العسكريه خاوتي، راهي عندها واحد الميزات كبيره. نرجعوكم في فيديو واحد اخر باش ما يكونش طويل برك، نرجعوكم في فيديو واحد اخر اللي هناكم سمعتوا عمي شنقري يسمى قال لك الظروف دوكا ما كانش هذيك
هذيك سما ما عادش نديو على المنظمات الدوليه هذه وكذا والسلم وماشي وكذا، كل واحد طاق على من طاق. منذ كان ندير حسابي احنا باش نقول لك باش نهجموا على المغرب وكذا، الاخر ما نتمناوهاش على كل حال، ولكن مادام داو يدهم يد كاين صوص ما ديرش فيهم لا مانع. ما دير منذ كدير حسابك بويسك هذم ناس غدارين راكم شتو ديجا الحروب الاخرى كامل ديما يوقفوا مع الجهه. انت في غزه وقفوا كونترها، فما بالك دوكا يجيو كاين صوص ولا تجي اي دوله معاديه يوقفوا معنا احنا. هذه اوبلي قلت لكم مالي واحد معها شراكات هي واثيوبيا، شراكه عسكريه من الاخر. ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف، خليونا نراكم الموضوع، ديرونا جيم فيديو، بارطاجيو ماكسيمو خاوتي، واللي مش مشترك في القناه يشترك. السلام خاوتي.